السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض بتفور العيد الدايب. مقاديره مظبوطة جدا وهينجح معاكي من أول مرة وبيدوب كده يا جماعة. وكمان هنعمله من غير أي مشاكل خالص، ولا هيسيح منك في الفرن، والرسمة هتفضل ثابتة عليه ودايب قوي. أنا متأكدة لو جربتوه بنفس الطريقة ونفس المقادير هيعجبكم جدا جدا. وشايفين شكله يا جماعة أفخم من اللي بتشتريه من المحلات بره. والنهارده هنشتغل بكيلو دقيق، وهقولك بقى على كل المقادير المظبوطه بتاعته بالشكل ده. شايفين شكله عامل ازاي يا جماعه؟ وقبل ما ندخل على الطريقه يا ريت تعملي لي لايك واشتراك في القناه. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف معانا ايه. اول حاجه انا معايا هنا 3 كوبايات زبده. زبده بدرجه حراره المطبخ يا جماعه، بتكون لينه بالشكل ده كده. خلاص، يبقى عايرت كده 3 كوبايات ونص من الزبدة. معايا هنا كوبايتين ونص من السكر البودرة. والسكر البودرة بتاعك لازم يكون نخلاه كويس علشان ما يبقاش فيه اي تكتلات. وطبعا لو ما عندكيش سكر بودرة انت بتجيبي السكر وتطحنيه في البيت خالص، يعني بيبقى سهل جدا معاكي. هضرب بقى الزبدة والسكر بالشكل ده كده يا جماعة، لحد طبعا بقى ما السكر بتاعنا يدوب تماما ويتضاعف بقى حجم المقدار بتاعنا ده. يعني شايفين حجم المقدار بتاعنا في الطبق عامل ازاي؟ من كتر الضرب بقى هيتضاعف حجمه وهيزيد معانا كمان. افضلي بقى اضربي فيه شويه حلوين كده بالشكل ده كده يا جماعه، لحد بقى ما الزبده تبدا تنعم والسكر كمان يبدا يدوب عندنا. طبعا كل شايفين الكميه زادت عندنا ازاي، بقى كريمي كده خالص يا جماعة، وما عادش فيه اي اثر للسكر. بعد كده عندي هنا 4 بيضات بدرجة حرارة المطبخ. بنزل بقى بيضة بيضة، كل ما انزل ببيضة اضرب المكونات بتاعتنا. وطبعا لازم يكون البيض بتاعك بدرجة حرارة المطبخ علشان ما يبقاش ساقع ينزل على الزبدة تفصل معاكي. نزلت كده بالبيضة التانية، ضربتها كويس كده لحد ما اختفت. بعد كده هنزل بالتالتة كمان بالشكل ده كده. وكل ما بتنزلي بالبيضة بتضربي بقى كويس. وهنزل كمان كده بظرفين من الفانيليا. وكده يا جماعة ما عادش ناقص لنا غير الدقيق وخلاص. خلاص ضربت بقى المكونات بتاعتي كويس بالشكل ده كده اهو. هبدأ بقى اشيل المضرب، بس بنضفه كده الاول بالشكل ده كده. طبعا لو عاوزة تشيلي اي حاجة بتبقى موجودة كده في المضرب، بتجيبي شوية دقيق وتمسحي بيهم كده المضرب بينضف معاكي على طول. بعد كده عندي هنا كيلو من الدقيق، عليهم رشة ملح. بنزل بقى بالدقيق بتاعنا شوية بشوية، وابدأ الم العجينة بالشكل ده كده يا جماعة، لحد كده ما الدقيق كده يختفي. بنزل بالكمية التانية. وزي ما بقولك عاملين النهاردة مقدار كيلو من الدقيق، انت تقدري بقى تعملي نص كيلو دقيق وتنصصي بقى كل المكونات بتاعتنا. يعني زي ما شفتوا كده البتفور في اول الفيديو، دي كمان ما كانش كل الكمية، يعني لسه كان في كمية كمان. ما شاء الله كيلو البتفور عمل لنا كمية حلوة جدا جدا. خلاص لميت الدقيق بتاعي بقى بالشكل ده كده. وطبعا يا جماعة نواعم العيد ما بتتعجنش خالص، يا دوبك تفضلي تلمي بصوابعك بالشكل ده. جيبي كده من تحت لفوق ومن فوق لتحت وتلميها بقى كويس بالشكل ده كده. شايفين انا بفرك بقى الدقيق كده بالسمنة والسكر والبيض كده اهو يا جماعة، لحد كده ما العجينة هتلاقيها اتلمت معاكي بالشكل ده كده. خلاص العجينة اتلمت كده وبيكون كده ملزقة بالشكل ده كده، شايفين يا جماعة؟ لكن كده بتيجي تختبرها بايدك بقى النظيفة، بتبقى القوام بتاعها عامل كده، لكن بيكون فيها سن التلزيقة بالشكل ده. بعد كده بقى جبت هنا الكيس اللي هشتغل بيه، وده كده يا جماعة البلبلة اللي هعمل بيها البطفور بالشكل ده كده. وجبت بقى الصواني بتاعتي مش مدهونة اي مادة دهنية خالص، يعني نواعم العيد ما بتدهنش اي مادة دهنية خالص يا جماعة، عشان طبعا بتكون فيها يعني زبدة كتير او سمنة كتير، فمندهنهاش اي حاجة. هبدأ بقى اقطع البتفور بتاعي بالشكل ده كده. اقطعه بقى بيديكي على شكل الوردة كده،
وطبعا لو نزلتي بالقمع بتاعك ولقيتي واحدة مش مظبوطة، شيليها واعملي مكانها عادي خالص، مفيش اي مشكلة. وطبعا بقى هخلص الكمية بتاعتي كلها كده بقى بنفس الطريقة. قطعي بقى كله كده، وهنعمل كمان كده شوية بالشوكولاتة معانا لحد بقى اخلص الصينية دي كده. وسيبي بقى مسافة بين كل واحدة والتانية، بس مش كتير، لان طبعا شوفي زي ما دخل الفرن بالشكل ده زي ما يخرج معاكي من الفرن، ولا هيفرش ولا هيسيح ولا اي حاجة خالص. سبت بقى قطعة كده من العجين، هحط له كده يا جماعة معلقتين بس من الكاكاو الخام عشان بقى نعمل بالكاكاو. وهحط كمان كده قطعة من الزبدة علشان يبقى الخليط عندي كده ناعم شوية، لان الكاكاو لو حطيناه من غير اي مادة دهنية هتلاقي العجينة بتاعتك نشفت منك كده. لكن لما تحط لها بقى مكعب الزبدة كده وتلمي العجينة بتاعتك بالشكل ده، هتلاقيها بقى بقت كويسة تحت ايديكي كده. هبدأ برضو ألم العجينة بصوابعي بالشكل ده كده يا جماعة. طبعا ما بتعجنيش فيها خالص. وبنفس الطريقة برضو هحطها في كيس الحلواني وهبدأ أشكلها زي ما شكلنا عجينة بتفور الفانيليا. شايفين بقى الصواني ما شاء الله كيلو دقيق عمل معانا كمية حلوة جدا جدا يا جماعة. شايفين قد ايه نقشته حلوة، نقشته طلعت ثابتة منه ما تغيرش ولا اي حاجة خالص. وانا بحط كام واحدة بيضة كده مع الشوكولاتة علشان لما نيجي نسوي الشوكولاتة تعرفي ان هي استوت كده من كام واحدة الفانيليا اللي حطيناها معاه. هدخله بقى الفرن. الفرن بتاعك لازم يكون سخن جدا، وبشغله على 180 لحد كده ما بياخد لون من تحت. حابه تفتحي عليه الشوايه بس ياخد لون بسيط كده بالشكل ده كده يا جماعه. وقعد في الفرن حوالي يعني من 15 دقيقه ل 20 دقيقه، طبعا على حسب الفرن بتاعك. وتسويه الشوكولاته طالعه حلوه جدا. شايفين الرسمه يا جماعه بارزه ازاي، ولا فك ولا ساح ولا اي حاجه ولا فرش خالص يا جماعه. شايفين عامل ازاي؟ اول ما بيخرج بس من الفرن تستنى عليه بس شويه كده، وبعد كده تهزيه بقى من الصينيه هتلاقيه اتشال معاكي بكل سهوله. شايفين اشكاله عامله ازاي؟ بجد شويه بتفور كده دايبين دوبان. والتسويه بتاعته ممتازه جدا اهو يا جماعه بالشكل ده كده. خلاص خلصت بقى الكميه كده كلها اهو يا جماعه. التسويه بتاعته نقلتهم بقى في صينيه بالشكل ده كده الشوكولاته والفانيليا. بعد كده بقى هبدأ ألزقهم بقى في بعض، يعني علشان بقى ما اجي اشتغل بقى وازينه يكون كله متلزق كده الاول. اعملي الخطوة دي هتسهل عليك الاول بالشكل ده. بجيب كده كل اتنين يكونوا قد بعض كده وابدأ الزقهم بالشوكولاتة. طبعا لو عاوزة تلزقي بالمربى مفيش مشكلة، بس المربى هترطب معاكي البوتفور وهي بعد شوية كده هيبقى طري معاكي. لكن الشوكولاتة بتبقى ناشفة وبتخلي البوتفوراية بتاعتك ناشفة، ولا بترطب بقى ولا اي حاجة. فاحسن حل للبوتفور ان انت تلزقيه بالشوكولاتة بالشكل ده. هلزق بقى كل اتنين كده مع بعض علشان بقى يبقى جاهز عندي يا جماعة بالشكل ده كده. شايفين كله بقى لازق عندي كده، لزقته بالشكل ده. بعد كده بقى جبت هنا بقى حاجة التزيين بقى بتاعتك يعني براحتك خالص. معايا هنا فرماسيل شوكولاتة، معايا كمان جوز هند، معايا شوية سوداني كده ضربتهم ضربة خفيفة في الكبة، ومعايا سبرينكل. يعني المتاح عندك بقى، حابة تزيني بيه براحتك خالص، حابة تسيبيه سادة كده يعني برضو براحتك خالص. جبت شوكولاتة بقى غامقة وشوكولاتة بيضة سيحتهم برضو في الميكروويف بالشكل ده كده يا جماعة. هبدأ بقى أزين البوتفور بتاعنا بالشكل ده. بنزل كده بنص البوتفورايه بتاعتي كده في الشوكولاته، وبعد كده بقى بحط عليها شويه بقى من جوز الهند، شويه بقى من سبرينكل السوداني، يعني اي حاجه بقى انت حباها. طبعا التزيين دي بقى حاجه ترجع لك انت، وزي ما بقولك حابه تسيبيه ساده برضو براحتك خالص، بس طبعا لما بتزينيه بقى بيديكي شكل حلو جدا بالشكل ده كده يا جماعه. شايفين شكله بجد يعني بيتكلم عن نفسه، افخم من اللي بتشتريه كمان من المحلات بره.
طبعا سعره بقى غالي جدا جدا بره، لكن انت لما تعمليه في البيت يعني برضو هي الحاجة غالية مفيش مشكلة، لكن بتديكي بقى، بتعملي قد الكمية اللي بتشتريها من بره مرتين تلاتة. وطبعا يا ريت لو وصلت لحد هنا ونسيتي تعملي لي لايك، يا ريت تعملي لي لايك علشان هو اللي بيرفع الفيديو ويخليه يتشاف. شايفين نزلت بقى واحدة كده في الشوكولاتة كلها بالشكل ده كده بقى يا جماعة، وجبت بقى اي مكسرات عندك بقى حابة تحطيها هتحطيها بالشكل ده، برضو بيدي شكل جميل جدا. خلصت بقى الكمية بتاعتي وبدأت بقى يا جماعة اقدمها معاكم بالشكل ده. زي ما قلتلك دي كمان دي كده جزء من الكمية، يعني ما شاء الله كيلو البيتفور، كيلو الدقيق عمل معانا كمية حلوة جدا جدا. شايفين شكله عامل ازاي، قد ايه ناعم طري، يعني دايب كده معاكي بالشكل ده كده يا جماعة. وطبعا بقى طريقة حفظه ان انت بقى بتجيبي علبة بلاستيك، وبعد كده بقى بترصي بين كل طبقة والتانية كيس من التلاجة كده وتحفظيها كويس. ولو الوصفة عجبتك يا ريت تعملي لي لايك واشتراك في القناة. اشوفكم على خير يا رب الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم.